أهلا وسهلا بيكم في ملخص الحلقة 21 من مسلسل سيد الناس. أخيرا سر المفتاح انكشف. بداية الحلقة الجرحي واقف مستني مجدي وعفيفي واعتماد من بره، وأول ما بيدخلوا الجرحي ما بيبقاش على حد، بيطلع يجري ويمسك مجدي وينزل فيه ضرب. عفيفي بيكون واقف مش عارف يعمل ايه، فبيجيب فازة ويخبط الجرحي على دماغه. الجرحي بيلفله ويبدأ فيه ضرب، واعتماد تفضل تزعله وتقوله انت بتضرب عيالي ليه؟ الجرحي بيجيبها من شعرها وبيقول لها كلكم أموات ماشيين على الأرض لحد ما اتأكد مين اللي عملها، والدفنة هتكون جماعي، وراح زائق اعتماد على الأرض جامد. سناء راحت تقابل عبد الحميد السواح عشان تديله المفتاح، وهو بياخد منها المفتاح وبيقول لها بكرة هروح البنك، لو ده مفتاح الخزنة هرجع لك المفتاح التاني. بعدها بنلاقي عفيفي قاعد على السرير، وعلى يمينه ليال وعلى شماله زينب، وليال تفضل تمسح له في وشه وتقول له يعني انت مش قادر تضربه ولا ضربه انت واخوك؟ وهو يقول لها اخويا ده الصغير، ويبتدي يتفرد عليها بانه شيخ. ومراته التانية تقول له شيخ ده انت شيخ في الحشيش. بيبتدوا يتخانقوا هما التلاتة، ويزعق لها بسبب انها لسه عاوزه تقلع النقاب، وبيقومها خالص. وبيفضل وليال تفضل تقول له مش ناوي تكلم الجرحي في ان احنا نرجع لتجارة العملة؟ وهو يقول لها عينيا، ده انا همولكوا ب1.5 مليون. بنلاقي الجرحي بيقابل برهان باشا وصديق الطويل في بيت راجية، وبرهان باشا بيقول له ليه تفتكر يا جرحي لو احنا اللي عملناها ما كناش هنقول لك، ما كنا نقتلك احنا ونخلص؟ وصديق باشا يقول له لو انت مالي ايدك لازم تعرف اني ادهم مش هيكون اخر واحد في العيلة دي، لسه في رجالة ونسوان، عيلة ابو العباس كتيرة، ولسه ابنك التاني اسمه آسر صح، لحد ما ال7 مليون دولار يوصلوا. وده مش معناه ان احنا اللي قتلناه، ومش معناه انه مش احنا. الجرحي بيطلع سلاحه في وشهم، وهم كمان كل واحد بيطلع سلاحه في وش الجرحي. الجرحي بيقول لهم يبقى نجيبها من الناحية، انا ما جيتش هنا عشان اسألكم انتوا عملتوها ولا لا، انا جاي هنا عشان رحمة ليكوا، ان انا سايب لكم مساحة عشان تثبتوا مش انتوا اللي عملتوها، وانا عاوز رد ودليل. راجية بتقول له مش هما، وانت مش محتاج لا رد ولا دليل، انت عارف كويس مين اللي قتله بس قلبك مش عاوز يصدق. بيرجع الجرحي البيت وبيكون مش فاهم هيعمل ايه ولا ياخد حق ابنه من مين، وبتقابله سناء امه وتقول له على فكرة عبد الحميد السواح خد مني المفتاح ومرضيش يديني المفتاح الاصلي، وقال لما الخزنة تفتح هيرجع لنا المفتاح. وهو يقول لها مش ناوية تقولي لي حكايتك يا سناء، انت بقيتي شيخة منصر وكنت مدوراها مع ابويا. وهي تقول له مفيش اكتر من اللي قلتهولك، ولكن هو يقول لها ان شاء الله عنك ما قلتي. وهي ترجع تقول له ما تنساش ام رباب، وعلى فكرة رباب ده راجل وابنها ده عايش في الجبل وقتال قتلة، روح واسأل وشوف يمكن تكون هي. بعدها بنلاقي ان الجباس واقف مع المراغي وبيتكلموا في اللي حصل، والمراغي يقول له هو انت ليه عايزني اقول ان انت كنت عندي وقت لما ادهم اتقتل؟ هو انت اللي عملتها؟ الجباس يقول له لا، لو انا كنت رتبت لها صح وما كنتش احتجت ليك، بس كنت في مشوار شمال ومش عايزه اقوله للحكومه. في نفس اللحظه بنلاقي الشرطه بتوصل للجباس وبتقبض عليه، والمراغي يقول له لازم نسبتي تزيد في منجم الذهب والا هبيعك. والجباس يقول له ماشي حاضر موافق. وفي مفاجأة متوقعة بنلاقي سماح راحت لأمنة وقالت لها أنا جاية أطمن عليكي، وأمنة تقول لها ادخلي في الموضوع على طول، أكيد أنت عايزة حاجة يا سماح. سماح تقول لها أصل في قصة غريبة كده، أنا لسه عارفة إني أدهم وميادة اتجوزوا قبل ما يتقتل، أنا لسه عارفة الموضوع من البت ميادة، وعرفت إنهم قبل الحادثة كتبوا الكتاب ودخلوا في وقت واحد صاحبه. شكلك مش مصدقة، القسيمة هتطلع بكرة وهجيب لك منها نسخة. أمنة بتقول لها في إيه يا بنتي، أنت ما بتزهقيش من الحوارات، بتلعبي في كل حاجة حتى بنتك. وسماح بتقول لها والله ما ليا ذنب، أنا جيت أعرفك أنا لسه عارفة من ميادة، وبتسيبها وتمشي. وبنيجي للمفاجأة الصادمة، فتحية بتنادي على سماح في الشارع وبتاخدها معاها في التاكس، وبيطلعوا يتكلموا مع بعض. وسماح بتقول لفتحية تصدقي إن أنا كنت متأكدة إن أنت عايشة، كان في حاجة جوايا بتقول إن الجرحي مستحيل يقتلك. فتحية تقول لها الجرحي عمره ما حب غيري. وفتحية تقول لسماح انت لسه بتحب الجرحي يا سماح؟ سماح تقول لها انت عايزه مني ايه يا فتحيه خلاصي؟ فتحيه بتقول لها انا عاوزه انتقم من الجرحي ونحرق قلبه انا وانتي، مش احنا اصحاب يا سماح؟ قلبنا يكون على قلب بعض، عشان كده قلبنا حب راجل واحد، فخلينا ناخد حقنا منه ومن عيلته كلها. سماح تقول لها حقك عند مجدي يا فتحيه، الجرحي ملوش علاقه باللي حصل. فتحيه تقول لها خلاص ساعديني اخد حقي من مجدي وهتطلعي كسبانه، طلعيهولي بره المنطقه عشان اقتله. ولكن سماح تقول لها اللهم صل على النبي، هو انت فاكراني سفاحه؟ طلعيني بره خطتك يا فتحيه. ترد فتحيه وتقول لها الا قولي لي هي الخاينه عملت ايه لما شافتني؟ سماح تقول لها انت شيطانه ربنا يكفينا شرك. وفتحيه بتقول لها
ما ردتيش على سؤالي، لسه بتحب الجرحي؟ وسماح تقول لها عمري ما هحب غيره. سماح راحت حكت كل حاجة لأمها على الحوار اللي دار بينها وبين فتحية، ونافعة بتقول لها اعملي اللي طلبته منك، أمنة اهي غارت في داهية، وفتحية لما تقتل مجدي هتتحبس، والطريق هيفضلك وتدخلي على الجرحي وتطبطبي الجراح. سماح تقول لها يعني انت شايفة كده؟ تقول لها انا مش شايفة غير كده. آسر بيدخل عليهم البيت ويلاقيهم هما الاتنين واقفين مع بعض، ويقول لهم على فكرة أنا مش عايزكم على البيت وقلت للجرحي يطردكم. نافعة بتقول لسماح شايفة؟ مستنية ايه؟ مستنية لما نكون في الشارع بإيدك نفضل قاعدين هنا طول العمر. الجباس بياخد إخلاء سبيل من النيابة بعد ما المراغي بيخرجوا. بعدها بنلاقي الجباس بيروح لمجدي ويقول له إن الجرح جاله وقال له إن في موضوع الدهب لوحده وإن إخواته بره الحوار. مجدي يقول له بص يا جباس، يعلم ربنا أنا فاهم وعارف كويس إن الكلمة بتطلع منك عايزة تودي واحد للحتة اللي أنت دماغك فيها، بس أنا صالون الكره في قلبي مليان بالجرحي، فأنا معاك في أي حاجة تطلع عفرة في وش الجرح، بس خف التسخين شوية عشان هي ولعة بما فيه الكفاية. الجباس يقول له وانا ليه هسخن؟ انا ولا ليا ولا في غيره، ده انا يعلم ربنا انا بقول لك الكلام ده عشان انت ليك حتة في قلبي زيادة، ولو ما كنتش غالي عليا كنت هدفع اللي دفعته عشان ابنك طارق. مجدي يقول له ابني طارق ماله؟ الجباس يقول له اصل في حاجات تتقال وفي حاجات تتشاف، بس مقدمة خفيفة كده. الجرح زق بنت شمال على طارق وصورته وخبت نفسها وصدرت الفيديو، والعبد لله قبضها وخلاها تمسح الفيديو من عندها، ولاجل انك تصدق الفيديو اهو. وفي نفس الوقت بيروح يلعب في دماغ عفيفي ويقول له الجرحي زق منتج على مراتك ومضاها على العقد ده ب2 مليون دولار، وانا حفيت عبال ما وصلت للمنتج عشان تعرف ان اخوك جامد، وبكده بيهد بيت ابو العباس كله على دماغ الجرحي. وفي نفس الوقت الجرحي بيروح لأم رباب، واول ما شافته تقول له البقاء لله، ويقول لها انت اللي عملتيها؟ تقول له عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا لو ابني كان عارف كان خرج قتل وخلص، لكن ابني لسه ما يعرفش كل حاجه، واحنا مستنيين المساخيط وانت اللي معطلنا يا جرحي. بنلاقي عبد الحميد السواح بياخد المفتاح اللي خده من سناء وبيروح بالبنك ويفتح الخزنه اللي في البنك، والخزنه بتفتح بالمفتاح فعلا، وبيلاقي الالماس بتاعه، لكن بيلاقي كمان في خزنه البنك صندوق خشب عليه صوره المعلم رشدي، ويفتكر ان الصوره دي نفس الصوره اللي على الميداليه اللي في المفتاح اللي كان الجرحي اداهوله في الاول، واللي كان سايبه المعلم رشدي في الوصيه. وبيجرب يفتح الصندوق وبيلاقيه فتح، ولكن قبل ما يفتح الصندوق بيفضل يتأمل في الألماس بتاعه، وأول ما بيفتح الصندوق بيتصدم. استعدوا للحلقة الجاية، واللي جاي هيكون نار بمعنى الكلمة. يا ترى ايه اللي عبد الحميد السواح شافه جوه الصندوق؟ هل هو دليل هيغير مجرى الأحداث ولا مجرد فخ جديد للجرحي؟ والجرحي هيعمل ايه بعد ما سمع تهديد ابنه آسر بنفسه؟ هيواجه برهان باشا وصديق الطويل ولا هيحاول يلاقي حل تاني؟ وهل سماح هتنفذ كلام أمها وتدخل في خطة فتحية ولا ممكن تلاقي نفسها في مواجهة مع الجرحي؟ حتى مجدي هيوافق يلعب لعبة الجباس ضد الجرحي ولا ممكن يكون عنده خطة تانية أخبث منها؟ ومين اللي هيوصل للحياة الأول، الجرحي ولا الشرطة اللي بدأت تقبض على كل الناس؟ كل ده هنشوفه في الحلقة الجاية، بس خلي بالكم اللي جاي مش هيرحم حد.